تواصل السلطات الفرنسية حملتها لاعتقال بلطجية كبرانات الجزائر بعد نشرهم صح. لمقاطع فيديو يدعون فيها إلى التحريض على الكراهية والعنف والقتل وزعزعة أمن واستقرار مواطنين جزائريين يحملون الجنسية الفرنسية معارضين للنظام الكبراني. فبعد اعتقال ثلاثة من المؤثرين المناصرين للنظام الجزائري الدكتاتوري من طرف السلطات الفرنسية التي تفاعلت بشكل سريع مع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اللذين قاموا بفضح هؤلاء البلطجية وسلوكاتهم التحريضية كالمسمى زازو يوسف وتنتين عماد وابو علام، تم توجيه لهم تهما ثقيلة من مثل الإرهاب، وسيتم محاكمتهم ثم ترحيلهم إلى الجزائر. والغريب في الأمر أن من بين هؤلاء من هاجر إلى الديار الفرنسية بطرق غير مشروعة حراكة، وتكفلت لهم أمهم فرنسا بتوفير كل حاجيات العيش ومصاريف الإنترنت. أمام هذا الوضع وفي ظل هذه الحملة، التجأ بعض المتهمين من أبواق الكبرنات إلى التوسل إلى السلطات الفرنسية بعدم اعتقالهم وترحيلهم إلى الجزائر التي يدافعون عليها. مفارقة عجيبة، فقاموا بتبرؤة أنفسهم من كل الأعمال التخريبية والتحريضية ومن كل سلوكات السب والشتم، وبدأوا يحسون أنهم يعيشون في العالم الآخر ولا يريدون ترحيلهم إلى العالم الواقعي، عالم الحظيرة والزريبة وعالم الطوابير وبيوت الرذيلة. نعم، تستحي حينما تسمع هؤلاء لبلطجية يسبون ويشتمون في مقاطع فيديو لأنهم تربوا في الزريبة وتعلموا من بيوت الرذيلة، وحينما يتم الإمساك بهم من طرف الشرطة الفرنسية يتوسلون إليهم بعدم ترحيلهم إلى بلدهم الجزائر. هؤلاء ينطبق عليهم قول لافرور: لا هبة لا وزن ولا مباداء، إنهم ذو ازدواجية الشخصية. صوفيا بن المان وجه آخر من وجوه الرذيلة وواحدة ممن يخدمون المخابرات الجزائرية بالسب والشم، تم اعتقالها بعد مداهمة بيتها. وننتظر في الأيام القليلة المقبلة اعتقال كل أولئك البلطجية الآخرين كبان سديرة وغيرهم الكثير من يسبون ويشتمون دولا كالمغرب وموريتانبا. يجب ترحيلهم من أجل تنقية فرنسا وأوروبا من كل من يريد زعزعة أمن الدولة الفرنسية وإثارة الفتنة في أوروبا. ولا بد من استغلال هذه الحملة لفضح كل من يحرض على العنف والقتل خدمة لأجندة كبرانات الجزائر بمقابل مادي. وقد تفاعلت الداخلية الفرنسية مع الناشط السياسي شوقي بن زهرة حينما فضح بقوة نشاط المخابرات الجزائرية داخل مسجد باريس. ولا نستغرب من الدولة الجزائرية التي خرقت دستورها والقوانين الدولية برفضها استقبال المؤثر بوعلام الذي تم ترحيله إلى الجزائر. عجبا لدولة ترفض استقبال مواطنيها، فالعبرة لمن اعتبر.